بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجر حسنا. السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله كلياتكم بخير. يسعد صباحكم ويسعد مساكم بأي وقت انتوا عم تشوفوا هذا الفيديو، ومن أي مكان انتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. إن شاء الله كلياتكم بخير. اشتقت لكم كتير، انتوا ما اشتقتوا لي. خلونا بداية كلياتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا خلينا نبلش الفيديو. هلا هذا الفيديو مسجل عن اليوم وامبارحة، عرفتوا؟ هلا هذا فنجان قهوة تبع المونتاج. ببرك بدي منتج الفيديو بعمل فنجان قهوة، ومشان واحد هيك يمخمخ مثل ما بقولوا. هلا هون عم بسوي، كان عامل زاوية هيك بأوضة البركة، ايه، وهيك حطيت فيها زرعات. هدول زرعاتي كانوا محطوطين على البلكون، باعتبار هلا صار شوية برودة خفت عليهم، فأنا دخلتهم على أوضة البركة، يعني إنه مشان إنه حافظ عليهم، وإن شاء الله يعني إنه يمشي حاله. هلا حاليا ماشي حالهم، يعني ما صفروا، وهيك يعني حطيتهم زاوية الأوضة، ويعني وإنه على أساس إني بركة جنب الخضار، إنه مشان هيك سبحان الله إن الخضار قد ما كان بيعطي طاقة إيجابية. شايفين صبايا؟ هيك صارت، يعني إنه حطيتها بزاوية الأوضة، وكتير كتير حبيتهم، ما أحلاهم صاروا. هنا كنت حيطهم والله على البلكون، إنه عساس يعني هنيك إنه مشان يعيشوا أكتر، عرفتوا؟ مشان ما يصفروا، مشان الجو هنيك أحلالهم وشي. فهلا باعتبار صار شوية برودة، قلت لحالي اللي بدخلهم أحسن لي. وهلا باعتبار الجو كتير كتير حلو، طلعان الشمس، بس في يعني لساعة برودة، يعني ما بيخلي الأمر وشي، بس طلعان الشمس. يعني قلت لحالي خليني ألحق لي وجبة بيضة. نشرتها على البلكون هيك، ويعني قلت لحالي خليها هلا تنشف. بتعرفوا هلا بكره بس صار مطر وصار برد مثل العادة، بصير بنشر جوا بالأوضة، لأني إذا نشرت على البلكون بيجي المطر كله على الخصير، بيرجع بيتندى كله من أول وجديد، وبرجع بعيد، وبس قل بيخسلوا، عرفتوا؟ مشان هيك بدخل المنشر، بصير بنشر كله يعني جوا بالبيت. ايه جا الصوفاجات وهيك يعني بينشف. بس يعني شقد من كان هيك مرات بتلاقي هيك يطلع له ريحة ولا شي، هلا بقى بنلحق وبننشر على البلكون. وإيش في عنا غسيل، هلا بتعرفوا العزل، شفتوا عم نازل الصيف يعني الشتوي، وبيطلع غسيل بقى، بصير بقى بيطلع عنا كميات غسيل، نلحق بقى ونغسل وننشر على الشمسات وقت بيطلعوا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. ورح شارك معكم اليوم طريقة البيتزا، طريقتي بالبيتزا يعني. هلا عم بدي اسوي اول شي الصلصة تبعت البيتزا. هلا انا مرات بعمل صلصة، مرات لا، مرات هيك بفرم بندورة بكر، وبفرم شو اسمه فليفلة، وبزين فيها مثلا البيتزا واللي بدي اياه، مثلا الموجود، مثلا ذرة، فطر، يعني اللي بدكم اياه بتعرفوه. كل شي بيتزا بنحط عليها حسب الرغبة وشي. فهلا انا بدي افرم عليها، بدي افرم صلصة بحط على وش البيتزا، بتطلع كتير كتير كمان طيبة. إيه، فاول شي فرمت البصلة، وهلا افرم البندورة، وكمان فرمت فلفلة خضرا، يعني ما تكون حادة، كمان ما كتير بناكل حد، يعني انه مع البيتزا وشي. اي والله هلا هيك تقلي خفيفة للبصلة، وطبيت عليها شو اسمه الفليفلة. بتعرفوا يعني طريقة الصلصة، يعني انه معروفة، بس يعني حبيت اشاركها معكم وهيك. وهلا حطيت عليها البندورة، وحطيت عليها شوية دبس بندورة، لانه هلا البندورة بتعرفوا صارت هيك شتوية بلاستيكية، كأنه ما فيها ولا طعمة ولا فيها لون. ايه بقى مشان هيك حطيت عليها شوية دبس بندورة، مشان هيك مثل ما هيك بتختمر، يعني بصير طعمتها ولونها، يعني على الحالتين بصير هيك لونها حمرا، ويعني لونها حلو. وهلا ببشر الجبنة، بس ايش شو الجبنة والله نوعها هي مكتوب عليها انه تبعت بيتزا وشي، بس والله ما كتير يعني هيك مطت على البيتزا، عرفتوا؟ هي لازم البيتزا تكون هيك تعملوها، الجبنة لازم هيك تمط. هي والله نوعها ما كتير 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 انزعجت، ما مطت على البيتزا، عرفتوا؟ وهي العجينة كنت مجهزتها من قبل بساعتين.
هلا العجينة أنا بعملها كتير ناجحة دايما يعني الحمد لله دايما بتنجح معي. هي بحط لها 4 كاسات طحين، يعني القياس اللي بدكن اياه، مع 4 معالق سكر ونص معلقة خميرة فورية ورشة صغيرة ملح، وبحركن هدول الجافات أول شي مع بعضن، وبعدين بحط عليها معلقة لبن وشوية زيت ومي دافية، وبصير انه بدعك العجينة شوي شوي، وانا عم بدعكها بشوف، وانا بكتل ميين بشوفها لوقت ما تتكون تصير عجينة. لازم تكون شوي يعني ما تكون ناشفة، تكون يعني شوية مريقة. وشوية زيت برجع بحط عليها وبعيفها، يعني ساعة ساعتين ما شاء الله بتصير هيك بتنفش بتطلع لفوق الكيس. من كتر ما بتنفش بتطلع كتير ناجحة. دايما بعملها بطريقة ما شاء الله دايما يعني بتنجح معي. ومتل ما نكون شايفين هيك بخبشت العجينة بالشوكة مشان العجينة تغب، يعني تغب هدول المكونات اللي حطهم، وشوية كاتشب، وهلا بحط عليها الصلصة. وعندي ذرة كمان هلا هون بدي احط عليها ذرة، كتير بحبها بالدراوشي، يعني اللي بحب يعني، واللي ما بحب فيه يحط المكونات اللي بده اياها. اي والله. وهلا اخر شي بحط الجبنة، بس يعني هي جبنة ما مطت مثل ما قلت لكم انه هيك لما بترفعيها مو لازم هيك تمط. نوعها هاي والله هيك غشيت فيها ما مطت، بس يعني كمان طلعت طيبة، يعني طعمتها ما اشبه شي، يعني كتير طيبة ما اشبه شي. هلا طلعت عندي تقريبا 3 صواني مديتن، يعني بس هذيك ما صورتن. بس هي هلا هون وش قلت افرجيكم النتيجة. طلعت كتير طيبة يعني عن جد، وما كتير يعني انه سماكتها منيحة، لا بحبها كتير رقيقة ولا بحبها كتير سميكة، يعني سماكتها هيك بتطلع وسط. وما اشبه شي الحمد لله رب العالمين. وهيك كان عشان اليوم الحمد لله رب العالمين. صبايا اللي وصلت معي لهون وما لا مشتركة بالقناة نسيانة تشترك بالقناة، تحط لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. صبايا بالنسبة لقناتي بدي احكيلكم شو صار معي، يعني عن جد عن جد اللي بده يفتح قناة او فاتح قنوات الصغيرة انه ما يغلط غلطتين عن جد. يعني طبعا اللي بده يستفيد من ارباح اليوتيوب، اولا يعني انه شروط اليوتيوب معروفة عند الجميع، اللي بده يفتح قناة اكيد يعني الكل بيعرف الشروط، هو 1000 متابع 4000 ساعة. انا المشكلة المدة يلي ما كنت بعرفها انه خلال سنة اني لازم اجمل 4000 ساعة، عرفتوا؟ ولا انه رح يرجع ينعاد من الصفر، عرفتوا علي؟ وانه يعني انه مثلا هلا صار عندي 2000 ساعة، صار عندي 2000 ساعة، لسه بدي 2000 ساعة، وانا هلا صارلي 10 شهور فاتحة القناة، يعني ما ضل شي حتى تخلص السنة. واذا ما جمعت 4000 ساعة، وبتعرفوا لسه في كمان شروط بعد ما انه جمع 4000 ساعة. واذا ما جمعت اني انا رح ينعاد من الصفر، رح يروح علي يلي انا المشاهدات يلي مجمعتها. فانا هذا الشي يلي انا ما كنت بعرفه، فكرت يعني خلاص انه فتحت للتسلاي، وقامت ما كان يتجمعوا، لاني اول ما فتحت القناة ما كنت انشر كتير فيديوهات، ومثل ما قلت لكم يعني انا عرفت للتسلاي وهيك. فباعتبار هلا صار الظروف كتير حلوة ما شاء الله، وانه الاحوال كتير ممتازة، فانا انه قررت انه لا خليني اشد على القناة، واني لا بدي يعني نشتغل على القناة مشان افعل ارباح، يعني مشان هالظروف بتعرفوا يعني عند الكل وعند الجميع، يعني ما بيخلى الامر، الكل بيعرف هالشي. فانا بقيلي هلا 4 شهور اذا ما جمعت 2000 ساعة راحت علي كل شي، لانه بدي ارجع عيد من اول وجديد. فانا قلت لحالي يلا، شفتوا فتحت المرة الماضية بس مباشر وشي الحمد لله، يعني اجاني هي كم ساعة، وانه لازم كمان ارجع افتح بركي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه استفيد من هالايام هلا اللي جاي، انه بركي بيتجمع معي الساعات واني احقق شروط اليوتيوب وهيك. فادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي انه ان شاء الله احقق الشروط ويمشي الحال، وان شاء الله هيك الله لا يخجلنا جميعا. ولازم ندعم بعضنا نحن القنوات الصغيرة وشي، والله لازم القنوات الكبيرة لازم يساعدوا القنوات الصغيرة، عم بمزح. بس ان شاء الله يعني انه نشد همتنا، والله لا يخجل، ولكل مجتهد نصيب، الله لا يخجل حدا يعني، ولكل مجتهد نصيب. اي والله. والله انا بفرجيكم نقرشات السهرة. طبعا هي امبارحة كان يوم خميس وشي، بس نحن طبعا ما عنا انه سهرة خميس ولا شي. نحن هون عنا سبت واحد،
بتعرفوا العطلة بتصير عنا سبت وأحد. بس والله هيك كان جاي على بالي شوية أكلات كنت بالسوق بالبازار اشتريتهم هيك وقلت لحالي خلي إنه واحد يتسلى شوي. وأنا شفت امبارحة المانجا بالسوق يعني بالبازار ما حسنت أقاوم المانجا. أنا عشقي بالشتاء المانجا كتير 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 بحبها، وعالشرا وبركنها وبحطها بالصحن وبالمعلقة هيك باكلها كتير كتير بحبها، وخصوصا كانت طلعت طيبة وحلوة. اي والله والحمد لله رب العالمين. هلا شفت موسم المانجا كتير كتير بحب المانجا، بحبها أكتر من البرتقال والكلمنتينا. هلا نحن بسوريا بنسميها مانجا، ما بعرف إذا بقية الدول إيش بسموها. عرفتوا؟ اكتبولي بالتعليقات إيش بسموها عندكن. نحن بنسميها بالسوري يعني إنه مانجا. ايه وهيك كانت نقرشات السهرة امبارحة، وهاي كاس الزهورات. والله هيك سلينا انا والولاد، تحلينا وتسلينا يعني الحمد لله رب العالمين. هلا الزهورات عندي بالشتا ما بينقطعوا لا هنن ولا البابونج. كتير كتير بحب هلا هدول الشغلات، بينفعوا للصدر بتعرفوا والله للقريب لشي. اي والله وهيك يعني امبارحة بلشنا فتحنا الباب. وهيك كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وما مليتوا واستمتعتوا. واللي ما حطت اشتراك يحط اشتراك. وبأمان الله صبايا سلامات، بشوفكم في فيديو جديد. بأمان الله، باي باي، سلامات.